بما ان الماتش مش مستحمل عك كولر، خصوصا ان الماتش ده هيتحكم بحكام مصريين وربنا يستر، صلي بقى كده على النبي وتعالى وانا اقول لك تشكيل الاهلي اللي يخليك تكسب الزمالك مستريح باذن الله يا غالي. مع كامل احترامي لمحمد الشناوي، بس انا بصراحة بفضل في المواقف اللي زي دي اننا نبدأ بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، قدامه يا باشا 2 في الدفاع، اشرف داري وجنبه مصطفى العش. نيجي بقى ناحية اليمين واللي مالوش منافس لحد دلوقتي محمد هاني، وناحية الشمال برضو اللي مالوش منافس كريم الدبيس. اما في نص الملعب رمانة الميزان واللي ما تقدرش تستغنى عنه مروان عطية، جنبه هيبقى اكرم توفيق لانك هتحتاج لاعب ميوله دفاعية علشان خط وسط الزمالك يعتبر اقوى ما فيهم، وجنبه ناحية الشمال هيبقى طبعا احسن لاعب في مصر امام عاشور يا غالي. اما بقى في خط الهجوم حدث ولا حرج، ناحية اليمين لازم تلعب بجراديشار، وناحية الشمال عليا النعمة يا كولر لو قعدت اشرف بن شرقي دكة تبقى مصيبتك سودة. وطبعا يا غالي راس الحربة ومين غيره وسام ابو علي اللي باذن الله هيكسر الصيام التهديفي ويسجل في الزمالك بعون الله.